السلام عليكم، يا رب جميعا تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم الشاورما المصري. الشاورما المصري بتكون باللحمه. من احلى واجمل واطعم السندوتشات اللي ممكن تعملوها هي سندوتشات الشاورما المصري. طبعا كلنا واحنا صغيرين لينا ذكريات مع الشاورما المصري. فنقول بسم الله ونبدا. اول حاجه انا عندي قطعه من اللحم مقطعاها شرايح رفيعه جدا، فيها قطع كده من الدهنه صغيره. اهم حاجه تقطعوها شرايح رفيعه خالص. يا رب تكون واضحه. بالنسبه للتتبيله، اول حاجه هحط على اللحمه معلقتين 3 من الخل الابيض العادي. بالنسبه لمقدار اللحمه او كميه اللحمه، انا عندي في حدود 650 او 700 جرام، يعني في حدود كيلو الا ربع او كيلو الا تلت من اللحمه. هحط عليها معلقتين كده من الزبادي. طبعا لو عندكم لحم بقري على لحم ضاني هيدي طعم احلى بكتير، لكن انا ما كانش عندي لحم ضاني فانا مستخدمه لحم بقري، وانا مستخدمه قطعه من الستيك تقريبا ريب اي. حاولوا استخدموا اي قطعه لحمه تكون بتستوي بسرعه. بالنسبه للبهارات اللي انا هستخدمها، معايا معلقه صغيره من الملح، فلفل اسود، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، نص معلقه من الزنجبيل المطحون، وربع معلقه من جوز الطيب، وربع معلقه من القرفه، كل حاجه باودر. ودي معلقه كبيره من بهارات الشاورما، وممكن تستخدموا السبع بهارات. احط البهارات دي كلها كده، وهضيف كمان شويه من ميه البصل. هقلب اللحمه في التتبيله كويس جدا. بعد كده هغطيها وادخلها التلاجة. قلبتها كويس، هغطيها وادخلها التلاجة واسيبها تتبل. الافضل انتوا تسيبوها قبليها بليله، لكن انا هسيبها ساعتين وهشتغل فيها على طول. خلال الوقت ده هجهز معاكم الخضار. بالنسبه للخضار، عندي بصلايه مقطعها شرايح رفيعه قوي، وعندي طماطمايه مقطعها مكعبات صغيره، وفلفل بارد مقطعه برضو مكعبات صغيره، وشويه من البقدونس. الطماطم والبقدونس هرشهم في الاخر، والبصل والفلفل هحطهم بعد ما اللحمه تستوي. دلوقتي هبدا اسوي الشاورما. عندي طاسه مش مسخناها جدا جدا على النار، وعندي قطع من اللي هي الضاني. دي لو عندكم بتنقل الطعم، بتخليه حلو قوي، لان انا طبعا مش مستخدمه لحمه ضاني زي ما قلت لكم. يا دوبك كده بس هحطها حاجه بسيطه، وهحط عليها شويه صغيرين من الزيت، مش كتير، حاجه بسيطه قوي. انا مش عايزه الليه تغير لونها، مجرد بس ان هي تبدا تسيح كده. وعلى طول هبدا انزل الشاورما. هنزل الشاورما شويه شويه كده علشان ما تنزلش ميتها. نفرشها كويس في الطاسه. واللي ما بيحبش طعم الضاني ممكن يستغنى عن خطوه اللي هي الضاني، يعني ممكن ما تستخدمهاش اصلا. هسيب اللحمه لغايه لما تحمر كده وما تنزلش ميتها. هبدا احطها على جنب وانزل دفعه جديده اهي. هبدا احطهم على جنب كده، وهنزل شويه كمان، وبرضو افردهم في الطاسه. الشاورما استوت، هي ما بتاخدش وقت كبير لان انا مختاره حته ما بتاخدش وقت على النار، بتستوي بسرعه. وغير كده كمان متبلاها في خل وزبادي، والخل والزبادي بيطروا انسجه اللحمه. لما الشاورما استوت بنزل عليها شرايح البصل والفلفل، وبقلبهم مع بعض. وطبعا كميه البصل لو انتوا بتحبوا الخضار كتير ممكن تزودوا الكميه عن كده. انا مستخدمه بصلايه واحده كبيره، ومستخدمه يعني نص قرن فلفل رومي. ممكن تستخدموا فلفل بلدي قرن واحد او اتنين براحتكم. كميه الخضار دي ترجع لكم. انا لسه ما قفلتش النار، انا هقلب البصل شويه مع اللحمه علشان يدبل شويه هو والفلفل.
قلبت البصل شويه مع اللحمه لغايه لما دبل. طبعا درجه تسويه البصل على حسب ما انتوا بتحبوا. لو انتوا حابين البصل يكون ني وبيقرمش يا دوبك قلبوه تقلبتين مع الشاورما. لو عايزينه دبلان اكتر انا تقريبا كده سبته في حدود دقيقتين. بعد كده هبدا احط الطماطم، وهنزل كمان البقدونس، وهقفل النار وهديها تقليبه. وكده الشاورما هتكون جاهزه معايا. هبدا اجهز معاكم سلطه الطحينه، لان مفيش شاورما مصري من غير سلطه الطحينه. ولو حابين كمان ممكن وانتوا بتتبلوا الشاورما ممكن تضيفوا معاها معلقه من الطحينه، برضو بتدي طعم حلو. لكن انا بحب اعملها كده. كده خلاص الشاورما جاهزه معايا. هجهز على طول سلطه الطحينه، بعد كده هبدا اجهز السندوتشات. عندي 4 معالق من الطحينه، هضيف معلقه كده من الخل، خل ابيض عادي، وهقلبه. هتحسوا ان هي يعني بتتقل كده معاكم، بس عادي كل ده هيفك. بزود ميه سخنه شويه شويه لغايه لما اوصل للقوام المظبوط. حطيت معلقه زبادي وده اختياري، اقلب كويس. ولو مش متوفر عندكم زبادي استغنوا عنه. بعد كده هنزل بعصير ليمونه، ملح، كمون، كزبره ناشفه، رشه كده من الثوم البودر. ممكن تستخدموا فص ثوم فريش لو انتوا حابين، ورشه بسيطه من الفلفل الاسود. هقلب المكونات كلها مع بعض، وبكده تكون الطحينه جاهزه معايا. كده الشاورما جاهزه معايا والطحينه كمان. هديها بس حاجه بسيطه كده من البابريكا، وهبدا اجهز السندوتشات. طبعا الشاورما المصري بتتعمل في عيش كايزر، لكن عشان ما عنديش فانا هستخدم العيش الفينو عادي. احط كده شويه من الشاورما، وعايزه طماطم، وهحط طحينه. الطحينه كل ما بتسيبوها كل ما بتتقل، فممكن تخففوها بشويه ميه. انا خففت الطحينه بشويه ميه وقلبتهم. بعد كده احط بقى كده الطحينه. لازم الطحينه تكون خفيفه كده. وإن شاء الله هتجربوها هتعجبكم. وإلى اللقاء في الفيديو القادم، وباي باي.